السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخيرات، يا مساء السعادة، أهلا بكم حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي في حصة جديدة ودرس جديد. وكالعادة قبل كل شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى هنراجع الباسيه كومبوزي، تمام، أو الماضي المركب. عايز أعرف إيه بقى قصة الماضي المركب ده وبيتكون من إيه وهلخصه إزاي زي ما عملنا المرة اللي فاتت، وإيه قصة التبعية إلى آخره. صلى على سيدنا النبي. أولا لازم تخلي بالك ان الباسيه كومبوزي الماضي المركب من الازمنه المهمه جدا والصعبه قوي. قال يا مسيو اشهر الكلمات تدل عليه عندي كلمه ايير اللي هي معناها بالعربي امبارح، دي اليا زائد فتره زمنيه منذ، عندي جادي معناها بالعربي فيما مضى، عندي ديجا معناها بالعربي من قبل، يجيب لي فتره زمنيه زائد باسيه او ديرنيه معناهم بالعربي الماضي. اول حاجه مبدئيا لازم تكون عارف ان انا عندي فيه فعلين مساعد، مش واحد ده اتنين. ازاي؟ أو في المستقبل أخدنا فعل ألي، والماضي الحديث أخدنا فيني. هنا بقى عندنا إتر أو أفوار، الاتنين قال لي حط بقى إتر ولا أفوار. قال لي بص، أي فعل يجي لك بتصرف الفعل المساعد قبليه فعل أفوار. أي فعل بيجي لك بتصرف فعل أفوار معاه كفعل مساعد، ما عدا نوعين من الأفعال. قال لي جميع الأفعال ذو ضميرين، يعني أي فعل قبليه سو، زي مثلا سو لافي يستحمى، سو ليفي، وهكذا. جبريلو مترو، أنا ركبت المترو، ادي اسم المفعول وادي الفعل المساعد، يعني الجمله ماضي. قال لي ايوه، يبقى اير امبارح. طب ليه مش اليا منذ؟ عشان عايزه فتره زمنيه. وسوسوار ودوما الاثنين مستقبل. مير نقط لاسبيراتور، المساعد افوار. ايوه، يبقى مفيش تبعيه. ازاي يا مسيو ده بصيه من ال 14؟ ما احنا اتفقنا بصيه واحد من ست افعال، لو جالك بعده مفعول مباشر يعني مفيش حرف جر ياخد افوار، لكن اسم المفعول بنحذف الار ونحط على الاو اكسونتي. ان شاء الله على خير في حصه جديده ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله